السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على النظام العملي عشان افهمك العملي عامل ازاي واحنا ايه النظام بتاعنا اللي احنا هنمشي بيه في الكورس علشان نقدر ان احنا نحصل الدرجات بتاعه العملي كلها كامله ان شاء الله. لان اللي انا عايز افهمه لحضرتك ان الدرجات بتاعه العملي بالنسبه للهيستولوجي هي اسهل درجات انت تقدر تحصلها، وهتحسن معاك الدرجه بتاعتك حتى لو انت كان عندك قبل كده ديفكت او ما جبتش درجات كويسه في الموديولز اللي قبل كده. فالعملي بصراحه انا شايفه فرصه حلوه ان انت ترفع درجاتك، بس طبعا ما ينفعش مع العملي ان انت تزنق نفسك في الاخر وتقول انا هبقى اذاكره في الاخر وخلاص. فانا عايزك ان انت انا هقول لك النظام بتاعنا، احنا عاملين زي جدول كده في نظام معين للعملي. انت عارف ان انا دايما بحاول ان انا اعمل لك نظام يسهل عليك الموضوع. فطبعا انا هشرح لك دلوقتي ايه الاجزاء بتاعه العملي عشان تبقى فاهم احنا هنمشي ازاي في الكورس بتاع العملي، لان انا عامل سيستم معين بحيث ان شاء الله ان احنا نخلص العملي ونتقنه كويس قوي. السيستم بتاعنا عباره عن جزئين، في جزء من الشرح بتاع العملي بيكون اونلاين وفي جزء حضوري في السنتر. والجزء الحضوري في السنتر انا في العملي ما بخليش جروب كبير من الطلبه يحضر مع بعضه ابدا، لا احنا بنقسم الطلبه جروبس صغيره، تقريبا كل جروب بيكون حوالي 19 او 20 طالب. بشرح لهم لوحدهم، كل جروب لوحده. طبعا بنعمل مواعيد كتير جدا في العملي وانت طبعا بتحجز ميعاد معين. بعد كده بتيجي السنتر بشرح 19 طالب ب 19 طالب او 20 طالب ب 20 طالب على مدى ايام كتير جدا ومواعيد كتير جدا انت تقدر تختار منها ان شاء الله. بس تعالى الاول كده نفهم هو سيستم العملي عامل ازاي. اولا يا ولاد بالنسبه لعملي الهيستولوجي احنا عندنا 3 حاجات ممكن يجوا لك في الامتحان، او 3 حاجات بيجوا لك في الامتحان. وعلى فكره انا هبعت لكم او بعت لكم بالفعل على جروب الواتساب بتاع الكورس نموذج الاجابه اللي انت بتستلمها، اللي هي الورقه اللي انت بتكتب فيها اجابات العملي علشان تشوفها، عشان لما تروح هناك ان شاء الله يبقى انت برضو شفت الورقه بتاعت نموذج الاجابه ومتعود عليها، فما تضيعش وقت وتبقى عارف على طول انت هتشتغل ازاي. عملي الهيستولوجي عباره عن 3 حاجات. اول حاجه المفروض عندنا في حاجه اسمها داتا شو. طبعا الداتا شو بيجي لك منها في الامتحان 9، يعني انت بيكون عندك 9 اسئله داتا شو. ايه نظام الداتا شو؟ الداتا شو دي بتكون عباره عن صور، الصور دي متصوره تحت الميكروسكوب او يعني عباره عن صور احنا مصورينها بس بدقه كويسه، وبعدين بيبدا يحط لك اسهم على الصوره، يعني يشاور لك على كذا حاجه جوه الصوره، وبعدين يبدا يكتب لك تحتها اسئله ويبدا يسالك على الحاجات اللي هو مشاور عليها بالسهم، بيبدا يسالك اسئله من النظري. الحاجه الكويسه انا شايف ان الداتا شو على فكره بيكون عليها معظم الدرجات، وعلى فكره الداتا شو دي حاجه مضمونه وكويسه، لان ان شاء الله الاسئله اللي احنا هنحلها مع بعض هي نفسها اللي هتيجي في الامتحان بالنسبه للداتا شو، فدي حاجه كويسه. واحد يقول لك طب ما كده الموضوع سهل، يعني انا دلوقتي عندي الداتا شو، الصور اللي انت هتديها لنا او الصور اللي موجوده مع الاسئله اللي موجوده انا احفظها وخلاص، وانا ممكن احفظها. لا، الموضوع مش كده، لان هم صور كتير جدا وهيجي لك منهم بس في الامتحان 9، فانت ما ينفعش الصور الكتير دي ان انت تقلبها او تحفظها بسرعه. انا عملت لك سيستم ان انا قسمت الداتا شو على 11 فيديو، ال 11 فيديو دول انا هنزلهم في خلال شهر رمضان ان شاء الله بجدول معين، بحيث ان انت ما تاخدش الفيديوهات كلها مره واحده. لا، ال 11 فيديو دول احنا هننزل مثلا فيديو وبعدين بعد يومين فيديو تاني، وهتبقى فيديوهات حجمها مش كبير. يعني مثلا في فيديو بيتراوح احجام الفيديوهات حوالي تقريبا المتوسط بتاعهم بيبقى حوالي نص ساعه، بتسمع الفيديو وبعدين تحفظ السلايدز او الداتا شو بتاعته اللي موجوده عندك. فالداتا شو احنا عندنا كم كبير من الصور، لكن الحمد لله ان نفس الصور دي هي اللي بتيجي في الامتحان بنفس الاسئله ان شاء الله اللي احنا هنشرحها، وانا قسمتهم لك على 11 فيديو علشان ما يبقاش فيه ضغط عليك في وسط المواد الثانيه. وارجوك ما تحاولش تزنق نفسك للاخر وتيجي تسمع ال 11 فيديو كلهم قبل الامتحان، لا انا مش عايزك كده، انا عايزك تمشي على الجدول اللي انا هنزله لك ان شاء الله. ده كده بالنسبه لموضوع الداتا شو. يبقى هيجي لنا في الامتحان 9، لكن احنا عندنا هنذاكر كتير، يعني في كميه كبيره من الداتا شو موجود عندنا، بس هيجي لنا 9 واحنا هنقسمهم علشان ما يبقاش عبء عليك. بعد كده في حاجه اسمها ليبل دايجرامز. طبعا الليبل دايجرامز دي بتكون عباره يا اولاد عن حاجه مرسومه بالايد، يعني رسمه زي الرسومات اللي انا برسمها لكم في المحاضره. طبعا برضو انا هديك ان شاء الله هندرس مع بعض نفس الرسومات اللي هتيجي في الامتحان، بس المره دي الرسومات بيكون مشاور لك كده ارقام، يعني مثلا A B C D او 1 2 3، وانت بس بتكتب ايه الحاجات اللي هو مشاور عليها بدون اسئله. يعني الفرق ما بين الليبل دايجرامز والداتا شو ان هنا كان ممكن يشاور لك على حاجه وبعدين يسالك عليها سؤال نظري، انما هنا لا، انت بس بتقول له ايه ده ايه ده، يعني هو انت بس بتعرف ايه الحاجات اللي موجوده في الصوره دي، اسمها ليبل دايجرامز، يعني صور وانت بتكتب عليها بس البيانات. انما في الداتا شو بيشاور لك على الحاجه وبيسالك عليها من النظري، فده الفرق ما بينهم. ودي بيجي منها في الامتحان 3، يعني احنا عندنا في الامتحان 9 داتا شو وعندنا 3 من الليبل دايجرامز. تعالى بقى للجزء، خلي بالك ان احنا بالنسبه للداتا شو والليبل دايجرامز الخطه بتاعتنا ان هم دول اللي احنا ان شاء الله هنخلصهم في شهر رمضان، هم دول اللي هم الداتا شو والليبل دايجرامز. دول احنا هننزلهم هيبقوا متقسمين على 11 فيديو،
خلي بالك بعد ال 11 فيديو هتلاقي فيه فيديو لوحده، الفيديو ده اللي هو الحاجات اللي هي اقل في الاهميه، لان احنا عندنا في الداتا شو عشان الصور كميه كبيره فانا مجمع لك الحاجات اللي بتتكرر في الامتحان اكتر حاجه، وبعدين في فيديو هيكون هو الاقل في الاهميه، ده هنزله في الاخر خالص. ال 11 فيديو دول اللي احنا هننزلهم في رمضان كده هنكون خلصنا الجزئيه بتاعت الداتا شو والليبل دايجرامز. بعدها ان شاء الله بقى بعد العيد باذن الله هننزل في السنتر علشان نشوف الميكروسكوبيك سلايدز، لان احنا حضرتك بيجي لك في الامتحان 9 ميكروسكوبات انت بتبص عليهم وتتعرف على الحاجه اللي موجوده او الشريحه اللي موجوده في الميكروسكوب. طبعا اصعب حاجه على الطالب بتاع سنه اولى هي موضوع الميكروسكوبيك سلايدز. الميكروسكوبيك سلايدز دي صعبه ليه حضرتك؟ علشان انت بتكون مش عارف تتعامل مع الميكروسكوب، يعني انت مش خبره، ما بتعرفش تلعب في الميكروسكوب، تعدل الباور بتاعه، تعدل تغير العدسات، تعمل مش عارف ايه، فانا هعلمك الفنيات دي، وهو ده بقى اللي احنا هنشرحه في السنتر، وهنبقى مقسمين الطلبه جروبس صغيره، كل جروب بياخد حقه ان انا بجيب لك طبعا الميكروسكوبات. وعملت السنه دي كمان نظام جديد في العملي ان انا مش بس جايب التيبيكال سلايدز اللي هي السلايدز اللي بتيجي في الامتحان، لا ده انا عملت حركه احسن عشان تتعلم السلايدز كويس، ان انا بعد ما الففك اول راوند على السلايد في السنتر، الراوند الثانيه هنغير السلايدز بسلايد اقل وضوحا. والحمد لله السنه دي معانا سلايدز بتاعت الكليه والسلايدز بتاعتنا التيبيكال وكل حاجه، فانت هتتعود او هتشوف السلايدز كذا مره بكذا فئه من الشرائح، فانت هتبقى خبره كويسه، فهتروح في الامتحان هيكون بالنسبه لك ان انت تعرف على السلايدز دي حاجه هتكون ان شاء الله تكون سهله جدا باذن الله. طبعا يبقى احنا في السنتر بيجي لي انا ببقى موجود معاكم، بيبقى معايا برضو موجود حد من المساعدين، بنبقى موجودين، بيبقى معايا بس في القاعه 19 طالب او 20 طالب، كل واحد واقف على ميكروسكوب، انا بشرح لكم كل شريحه انت بتتعرف عليها ازاي، وطبعا في تعليمات معينه قبل ما تنزل السنتر حصه السلايدز، بس زي ما بقول لك عشان الناس اللي كلموني انهم عايزين يسافروا او حاجه، هي هتكون ان شاء الله بعد العيد مش دلوقتي، يعني احنا بس في الفتره اللي جايه هنخلص الداتا شو والليبل دايجرامز بجدول معين. انما السلايدز لما ننزل بقى ان شاء الله هيكون في 3 راوند، يعني انت هتلف على السلايدز 3 مرات، اول مره بعد ما انا اعلمك هتشوف سلايدز شكلها جميل جدا وواضحه قوي، المره اللي بعدها هوجب لك سلايدز ثانيه بحيث نعمل حسابنا لو السلايد مش واضحه قوي. المره الثالثه هنعمل زي اختبار كده او زي تيست، وهسيبك شويه تتدرب مع الميكروسكوب وابوظ لك الميكروسكوب واقول لك ايه رايك لو الواد اللي قدامك في الامتحان بوظ الميكروسكوب انت تعرف تعدله، انا هبوظه لك بقى وشوف كده عشان تتعود. طبعا لو دخلت في الامتحان ولقيت ان اللي قدامك لعب في الميكروسكوب او حرك السلايد انت برضو تقدر تتعامل، يعني فهمنا كده يا ولاد؟ يبقى احنا موضوع الميكروسكوبيك سلايدز هو ده اللي ان شاء الله هنشرحه في السنتر، وهيكون بطريقه معينه ان احنا يكون عندنا سمول جروبس او يعني الطلبه هنقسمهم جروبات صغيره، وانا هبقى معاكم ان شاء الله في كل الجروبس بشكل شخصي، وربنا يوفقك. وانا حبيت بس ان انا اوضح لكم القصه بتاعت العملي ماشيه ازاي. على فكره انا عايز يعني اقول لك ان الدرجات بتاعت العملي على فكره درجات كبيره، اللي هو حرام ان الشخص يضيعها، وهي اصلا حاجات بالسهوله دي، لو مشيت والله بالسيستم اللي انا بقول لك عليه ده هتجيب فول مارك بشكل مستريح خالص. طبعا 101 عندنا 26 درجه في العملي، 103 عندنا 12 ونص، 104 عندنا 17 درجه، يعني خلي بالك 30% من درجات الماده، 30% من درجات الماده في العملي، فاي ثينك ان هي هتفرق معاك كويس قوي، سواء انت كنت جبت درجات كويسه قبل كده فانت محتاج تحافظ على او تحصل درجات تجيب فول مارك في الحاجات السهله، او ما جبتش درجات قبل كده فانت محتاج تحسن وضعك، فلازم تهتم بموضوع العملي. على فكره بالنسبه للميكروسكوبيك سلايدز هم 19 شريحه، احنا عندنا 19 شريحه هيجي منهم في الامتحان 9، و19 شريحه دول خلي بالك كلهم في موديول 103 و104، انما موديول 101 ما فيهوش ميكروسكوبيك سلايدز. انا حاولت بقدر ما يمكن اوضح لك النظام، ربنا يوفقكم واشوفكم على خير، يعني صدقوني انا الدفعه دي بالذات انا بحبها قوي قوي قوي، ربنا يوفقكم.